انا بتكلم في افريقيا ونزلت بوست قلت افريقيا بطوله سهله. فحد يقول لي يا عم خالد انت بطوله سهله، ما الزمالك ما بياخدهاش ليه؟ بقى له حاجه و20 سنه. عشان الزمالك معهوش فلوس، وعشان في فرق اغنى منه 100 مره. طب ما هو بيراميدز بقى له 5 6 سنين يعني تم الاعلان عنه كنادي من ايام مشترى تركي آل الشيخ ما اشتراه 2018. وبالتالي من ساعتها وصل نهائي الكونفدراليه، خد الكاس، كان هياخد الدوري، ولغايه دلوقتي ممكن ياخد الدوري، وخد دوري ابطال، وخد نص العالم، ومرشح انه يكسب يوم السبت اللي جاي نهضه بركان على ارضه في السوبر الافريقي. وبالتالي الكوره بقت فلوس. هو بيراميدز قبل ما يبقى بيراميدز كان اسمه ايه؟ كان اسمه الاسيوطي، نادي عادي جدا بيصارع من اجل البقاء، بينزل درجه ثانيه، بيطلع مع ايه اللي خلاه كده؟ الفلوس اللي خلته ياخد البطوله. وهنا السؤال، ايه الفرق بين دوري الابطال والكونفدراليه؟ قولا واحدا دوري الابطال اقوى من الكونفدراليه، لكن نسبه وتناسب، بدليل ان ما تيجوا تسترجعوا اخر 10 سنين هتلاقوا ان النسبه الاكبر ان بطل الكونفدراليه هو اللي بيكسب بطل دوري الابطال في السوبر الافريقي. ده معناها ان المستويات مش بعيده. لكن لو رحت لاوروبا هتلاقوا فرق شاسع بين اليوروبا ليج والشامبيونز ليج، فرق شاسع في المستوى قليل جدا. لاقي مثلا اخر 10 سنين هتلاقوا مثلا اليوروبا ليج خد السوبر الافريقي مره او مرتين مثلا، والباقي ده بطل دوري الابطال هو اللي بياخده. هتلاقي بتاع كاس العالم للانديه اللي بياخدها بطل الشامبيونز ليج. هتلاقي انت في كاس العالم للانديه دلوقتي بشكلها الجديد، النهارده النادي الاهلي بطل ابطال افريقيا، طلع الرابع في مجموعته في كاس العالم بعد ما كان يتقال الثالث على العالم، مش كان بيتقال كده في كاس العالم القديمه. وبالتالي النهارده النادي الاهلي مسيطر ليه على القاره؟ لان هو الاغنى، هو اللي بيدي اعلى رواتب، هو اللي معاه فلوس، هو اللي بيجيب اعلى مدربين، هو اللي بيضم اعلى اللاعبين اللي هم متاحين. فانت بالتالي النهارده انت بتقول محمد علي بن رمضان فشل في المجر فجه الاهلي، اشرف داري فشل في بريست وراح بلجيكا ورجعوه بريست وطلعوه فشل، محمود بن تايك فشل في سانت تيان فجه مصر. دول بيفشلوا في اوروبا بيجوا عندك. او انت النهارده معلش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، اللي هو ياس كريستيان سراب، هو جاي لك ليه؟ ده الصحف الدنماركيه بيقول لك يا نهار ابيض، اعلى مدرب دنماركي ياخد راتب في تاريخ الدنمارك مثلا. يعني المدرب نفسه عمره ما خد الراتب ده، عمره. في الدوري الالماني كان لا يتقاضى هذا الاجر. الدوري الالماني اللي هو من اقوى 5 دوريات. فالنهارده مدرب زي ده السي في بتاعه مش قوي جدا، سي في كويس وقد ينجح مع النادي الاهلي. مش دايما السي في جامد بينجح يعني، لان النادي الاهلي بينجح، بدليل موسيماني ولا بطوله بعد الاهلي، بدليل ان كولر دلوقتي لسه ما اشتغلش، بدليل ان مانويل جوزيه ولا بطوله بعد النادي الاهلي، فشل، بدليل ان الكابتن محمد يوسف نفسه المدير الرياضي ولا بطوله بعد النادي الاهلي. وهنا اللي انا بقوله ايه؟ ان المدرب ده جاي عشان الفلوس بتتكلم، قدرات ماليه غير طبيعيه. وفي النهايه انت بتلعب مين؟ النهارده الاهلي بيلعب نوار البوروندي، تم انشاؤه من حاجه و20 سنه بقى. نادي صعد على حساب فرقه من جيبوتي، اتعادلوا 0-0 و1-1 تقريبا، حاجه كده يعني. النهارده ديكيتاها ده برضه صعد على فرقه، مش عارف فرقه من الصومال ولا فرقه منين. ديكيتاها ده مغلوب من الزمالك 13، والسنه اللي قبليها مغلوب من الترجي، او اللي بعديها مغلوب من الترجي 12، رايح جاي يعني. فالنهارده نوار البروندي ده الاهلي هيكسبه 5 و6 و3 و4. النهارده التامين الاثيوبي اول مره اسمع انه هيلعب بيراميدز. فدي الفرق النهارده. معلش الراس الاخضر وصلت كاس العالم لاول مره في تاريخها. لو اي واحد بيتفرج عليا دلوقتي جدع يقول لي فرقتين من الراس الاخضر بيلعبوا في دوري الابطال او في الكونفدراليه. راس الاخضر وصل كاس العالم، مفيش اي فريق في افريقيا سمع عن فرقه من راس الاخضر. طيب النهارده فرقه السنغال بتوصل المره الثالثه ولا الرابعه على التوالي مثلا، مفيش فرقه في السنغال معروفه، جان دارك زمان، ومفيش ولا فريق بيوصل حتى دوري المجموعات في الكونفدراليه او في دوري الابطال. النهارده غانا وصلت كاس العالم، مفيش ولا فريق في غانا دلوقتي، كوتوكو اختفى والانديه اختفت. فين الانديه دي؟ النهارده الجزائر بتوصل كاس العالم و99% من لاعبتها في اوروبا. النهارده المغرب فريق المحليين بتاعها، شوفوا خد بالكم، يعني احنا منتخب مصر لعب مع المنتخب الثاني او الثالث، قول المنتخب الثاني في المغرب. مين على الدكه؟ اشرف بن شرقي على الدكه، محمود بن تايك على الدكه، وليد الكارتي على الدكه. دول الثلاثه اللي احنا طالعين بيهم السما في الدوري المصري. الثلاثه دول احتياطي في المنتخب الثاني خدوا بالكم، الثاني بتاع المغرب مش الاولاني، احتياطي. رضا سليم اللي النادي الاهلي مشاه اساسي على اشرف بن شرقي في المنتخب. اشرف بن شرقي نازل مكان رضا سليم في الدقيقه 75 في ماتش مصر. يعني احنا بصوا تفكيرنا مختلف وارائنا مختلفه في الكوره وكده يعني.
وبالتالي حد بيقول لي عندك رد على الصياد في موضوع ارض انت صاحب الصياد يعني ولا مين الصياد؟ انا كان حد كتب كده وعلقت له. اولا انا كنت بتكلم على ارض النادي الاهلي. الناس اللي بتقعد تتريق على الزمالك وعلى ارض الزمالك ومش لاقيين وباع ارض وكلام هذا عادي، الاهلاويه وتنافس وجمهور الاهلي وعايز يتريق على الزمالك ويتريق على ارض الزمالك. انت نفسك واخد ارض اللي انت انشأت عليها النادي الاهلي من حي في محافظه القاهره. الحي اداك الارض مقابل 100 سنه ايجار، تمام؟ مش عارف الايجار كان بجنيه، باين المتر بجنيه حاجه كده، ايجار عبيط جدا يعني، تمام؟ والنادي الاهلي خد الارض لمده 100 سنه، ال 100 سنه خلصوا، المفروض الارض ترجع لحي القاهره. حي القاهره لو خد ارض النادي الاهلي هيبيعها مثلا ب 3 مليار دولار مثلا. النادي الاهلي رفض وقال لك ما حدش يقدر يطلعني والكلام ده، والحي سكت والدنيا تمام، والاهلي خد الارض تاني يقوم اجرها. النهارده في قانون جديد في مجلس النواب بيقول لك الايجار القديم لا يصلح، خلاص الموضوع الايجار الجديد هي تقعد 5 سنين وتطلع من الايجار القديم لان الزمن غير الزمن. طب ما هو برضه ارض النادي الاهلي زمن غير الزمن. لكن حد يقول لي ده النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيعمل خدمه مجتمعيه، وده نادي الدوله، وده نادي تابع للدوله وما اعرفش. طب ما الزمالك نفس القصه، ما الزمالك خدمه مجتمعيه ونادي تابع للدوله، ونادي بيحاول يطلع فلوس مش من الدوله منه عشان يصرف على انديه ويكبر في المنتخبات في كل الالعاب. فلازم زي ما بنقف جنب الاهلي نقف جنب الزمالك. دي وجهه نظري ورايي يعني. ده كلام مش كذب، انا بقول لكم الكلام ده حصل بدليل. حتى الزمالك في جامعه الدول العربيه قال لك ده ملك لوزاره الاوقاف، الارض دي ملك لوزاره الاوقاف، وزاره الاوقاف عايزه الارض بتاعتها. فقرر النادي الزمالك انه يشتري الارض من وزاره الاوقاف، وابتدى وزاره الاوقاف يجدول الفلوس ويدفع. طب ما خلاص النادي الاهلي النهارده لو اشترى الارض بتاعت حي القاهره دي بتاعت نادي الجزيره ده هيشتريها بكام؟ او هيأجرها بكام؟ من حي القاهره هيأجرها بكام؟ قول لي. انا بقول الكلام اللي بيزعل بس دي الحقيقه. النهارده الزملكاويه يقول لك انت مش ابن النادي وانت مش الكابتن التاريخي عشان ما اعرفش بتقول كلام على معالي مثلا. طب دي الحقيقه، انا اقول الحقيقه عشان الناس تصلح من نفسها، ده دوري كاعلامي. النهارده جمهور الاهلي يقول لك انت كاره وحاقد للاهلي وبتاع عشان بقول معلومه. هو ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ وكل واحد عايز يسمع اللي على مزاجه، حاجه غريبه جدا. انا اقول اللي انا شايفه صح واقول حق ربنا، وما تيجي تقول لي حاجه قول لي يا خالد معلومتك غلط، المعلومه اللي انت قلتها مش صح، كلامك مش منطقي ومش عقلاني. او واحد اسمه علاء طفل صغير يقول لك الحقد والغل في دمك من الاهلي. اي كلام اي كلام اي كلام اهبل، في اي كلام تافه، في اي كلام ملوش اي قيمه، ولا حد بيعرف يناقش، ولا حد بيعرف يتكلم في لب الموضوع او القصه او الحكايه اللي انا بتكلم فيها. بتيجي تناقش تتعلم، بتيجي تتكلم في شيء وتكون عندك القدره ان انت تتكلم وتختلف، فتقول والله انت فتحت موضوع كذا، هذا الموضوع حقيقته كذا، وانت تقديرك للموضوع ده غلط. لكن ما نقعد بقى انت كاره وانت عامل الكلام الهبل التافه اللي ملوش اي قيمه ده، اللي ما حد بيبين على يعني عدم قدره على الرد وعدم قدره على ان يكون عندك حجه وكلام صح يعني.